قرية النعسانية قرية كردية من عشيرة البيشلطي، وهم من جد واحد، يسمى حج نعسان الحولي. عدد سكانه حوالي 250 نسمة. مساحة القرية 850 هكتار. تتبع لمحافظة حلب، منطقة عزاز ناحية أخترين. تبعد عن حلب شمالا 36 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 34 كيلومتر، وعن ناحية أخترين 10 كيلومتر شرقا. تقع القرية على طريق الواصل بين الباب والراعي. تحدها من الغرب قرية قاع الكلبين ومزارعها، ومن الشرق قرية صوصنباط، ومن جهة الشمال قرية البطال، ومن الجنوب قرية نعمان. تشتهر القرية بزراعة الفستق الحلبي بدرجة الأولى، والزيتون الزيتي والخلخالي والعنب والتين، وأيضا زراعة القمح والشعير والعدس والفول والكمون، وخضروات الصيفية مثل البندورة والباذنجان والخيار والفلفل والفاصولياء. يوجد نسبة الثقافة في القرية ولكن قليلة. يوجد دكتور طب بشري ودكتور أسنان ومدرسين فقط، بسبب الأعمال الشاقة في الزراعة والعمل على الحفارات الآبار والحصادات وسيارات الشحن النقل. ويملكون محلات تصليح الآليات الزراعية على طريق العام الباب والراعي. هناك مقابر في جنوب القرية يسمى مقابر الأرمن، الذي ارتكب بحقهم مجازر على اليد الأتراك. يسمى منطقة التشوالي، ينبت فيها أشجار التشوالي. تعرض القرية في كل مراحل تغيرات في شمال حلب، من تهجير وتدمير المنازل ونهب الممتلكات الأهالي، وخاصة أثناء سيطرة داعش عليها. عانت الأمرين من خطف واعتقالات، وجرهم إلى سجون الباب، وخضوعهم لدورات شرعية بحجة أكراد كفرة تعلموا دينكم. والمرحلة الثانية أثناء إجراء تمثيليات بين داعش والمرتزقة المدعومة من جيش التركي، مما أجبر الأهالي إلى نزوح إلى أماكن آمنة، حتى انسحب داعش ضمن استلام وتسليم وتغيير ملابس. عادوا الأهالي، ولكن كان القرية فارغة من أساسها والآليات، وما زال المعاونات مستمرة. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، والشكر للمحامي علي عبد الله كولو.